السلام عليكم ومرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد. دونك انا درت لكم من قبل في غاتو ساك، قلت لكم بلي رانا في موسم تاع المناسبات والاعراس، ودرت لكم غاتو ساك تاع اللي يترمد في القطايف. هذا نوع ثاني من لي غاتو ساك، هذا ثاني كيجي بنين صراحه ويجي الذوق نتاعو بزاف رائع. تبعوا معايا الوصفه. فيها 250 غرام مارغرين طريه، وندير فيها لافاني هكذا. ومن بعد انا ديما الحلا دايما انا في الصابلين نضيف شويه زيت. الا ما كيش ما ديري الزيت تقدري ما ديريش عادي في هذه الوصفه. انا ما ندير غير في هذه الوصفه درت غير 2 مغارف زيت برك، 2 مغارف زيت مع 250 غرام مارغرين طريه ولافاني. بالنسبه هنايا الكاطو تاعنا هذا راح نديرو انا بحلوه الترك. دونك شديت الكاس هذا، نصف من الكاس عمرته حلوه الترك والنصف الاخر كملته بسكر غلاس، يعني سكر ناعم. هكذا يعني تقدري تطلعيهم بالباتور هذا المكونات، وما نسخانه ولا مارغرين راهي ديجا ذايبه. دخليهم بالمكونات غير بيدك برك، دخليهم يعني هكا برك، دخلي المكونات مع بعضها. ومن بعد بالنسبه للبيض، راح نجيب انا هنا عندي 2 صفار بيض، نحتاج 2 صفار بيض في هذا. الا كان عندك البيض كبير تقدري ديري صفار وحده، صفار حبه. الا كان متوسط نديرو 2 صفار بيض. انا هنا درت 2 صفار بيض، هاك 2 صفار بيض، ودخلتهم مليح في المكونات. هذا ما فيها الوصفه هذه، ما فيهاش كاع بزاف المقادير. من بعد نبدا نلم فيها بالفرينه، وندير ملعقه صغيره نتاع خميره الحلويات. و يعني مارغرين، عفوا حلويات، نديرو مع الفرينه حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. هايلك العجينه اللي تحصلت عليها تكون طريه، هذا هو القوام تاعها. نديرها في كيس بلاستيكي باش ما تنشفش معايا. ومن بعد نبدا نحلها. دائما كي نكونوا نحلوا انا نحل هكذا فوق كيس بلاستيكي ايضا، باش ما يعني العجينه باش ما تجيش ما تلصق ليش، وما نضيفش الفرينه تنشف معايا العجينه. ممكن نحلها. انا راح نستعمل هذاك الهلال، نقطعوه يعني يكون السمك تاعها شوفي ما يكون خشين ما يكون رقيق، لانه راح نلصق حبه فوق بعضها. انتي تقدري الا حبيتي ديريها حبه خشينه وما تلصقيش عادي، تقدري ديريها خشينه وما تلصقيش الحبات. انا راح نلصق حبتين مع بعضهم البعض. انا اخترت هذا الهلال، انتي اختاري اي شكل راكي حابه ديريه، ديري برك نفس الطريقه ونفس الوصفه. طيبتهم كاع هكذا، شوفي لادوغ تاعهم جات شابه صراحه. من بعد لصقت الحبات كيما لصقت الكاطو اللي من قبل، درتو هنايا بحلوه الترك ومعجون، لصقته بحلوه الترك ومعجون. انتي ما عندكش حلوه الترك لصقيه غير بالمعجون. ذوبت هنا شوكولا دادا، نوعيه تاع دادا اخترت، ذوبتها على حمام مائي بنيه بذوق يعني الحليب. والنصف تاع الشوكولا درتو هكذا، النصف الحبه درت فيه الشوكولا وخليته نشف، والنص الاخر راح نرمدو بشويه نغمسو في المعجون ونرمدو بكاوكاو يكون مرحي ومحمص، يعني ما دي لا دوغيغ هذيك يدلون محمص مليح. الا عندك اللوز تقدري ديري ثاني لوز مرحي ومحمص مليح.
بنين هذا الجاتو صراحة، ويحمر لك وجهك الا كان عندك مناسبات، ولا تحبي ديري حتى القهوة عادي. كملت كاع الحبات اللي عندي هكذا بهذه الطريقه وخليتهم نشفوا، ومن بعد نجيب المعجون اللي عندي ونحاول نرمد الحبيبه هكذا في المعجون، نغمسها في المعجون هكذا، يعني نطليها برك بالمعجون ونرمدها في كاوكاو محمص ومرحي خشين، محمص مليح يعني مدي اللون الذهبي. هنا اذا كان عندك اللوز تقدري ديري اللوز ثاني كيعطي بان اللوز محمص يجي ثاني بنين بزاف في هذه الوصفه. دونك هنا بقات لي شوكولا درت بها زيكزاك في الجهه اللي يعني تاع الشوكولا، زدت شبحته بزيكزاك، جا ثاني يعني صراحه شكل تاعو رائع، مام ذوق تاعو بنين، خاصه كي عاد في حلوه الترك داخل العجينه ولاصق ثاني بحلوه الترك والمعجون، الذوق تاعو بنين بزاف والمنظر ثاني تاعو شباب. هاي ليك النتيجه النهائيه. بقات عندي شوكولا درتها هكذا زيكزاك يكون رقيق، وهذه هي النتيجه النهائيه نتاعو. صراحه المنظر تاعو شباب والذوق تاعو بنين. هنا تقدري ديري تبدلي الطريقه وديري ثاني على شكل قلب، ديري نص بالشوكولا ونص هكذا بالكاوكاو، ثاني يجي الشكل تاع القلب في هذا المول، في هذا الموديل تاع الحلوى يجي ثاني رائع صراحه. حنقسم معك حبه هنا باش تشوفي النتيجه كيفاش جات طريه وبنينه صراحه من الداخل. هاي لك طريه تذوب في الفم الحبه وبنينه صراحه لانه فيها حلوة الترك. نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم الفيديو هذا، ينال اعجابكم هذه الحلوى وتجربوها. نتلاقاو في فيديوهات اخرى، مع السلامة.